وجهت دول الجزائر يوسف بلايلي المتنقل حديثا لنادي الترجي الرياضي التونسي رسالة خاصة ردا على منتقديه. ونشر يوسف بلايلي ستوري عبر حسابه بانستغرام قال فيها: يظنون أنني انتهيت وأنا كالجمر، كلما اشتدت الرياح أحرقت ظنونهم ويبقى اسمي عقدة لهم. وانتقد عدد من أنصار مولودية الجزائر الدول الجزائري على خلفية رحيله إلى النادي التونسي، حيث كانت تأمل في استمراره رفقة العميد في الموسم المقبل. وأعلنت إدارة نادي المولودية أمس الاثنين مغادرة اللاعب يوسف بلايلي رسميا صفوف الفريق بعد موسم واحد قضاه بألوان النادي. وشهدت علاقة يوسف بلايلي بإدارة النادي العاصمي توترات خرجت للعلن خلال الأيام القليلة الماضية، وانتهت بتخلف هذا الأخير عن الانضمام إلى بعثة فريق مولودية الجزائر المتجهة إلى مدينة رين الفرنسية للدخول في تربص تحضيري استعدادا للموسم المقبل. وقال يوسف بلايلي في مكالمة هاتفية سابقة مع قناة الهداف إنه أخبر حجرجم برغبته في مغادرة الفريق والالتحاق بالترجي الرياضي التونسي بسبب الضغط الكبير والمشاكل التي تعرض لها في الجزائر. هذا ما جعل اللاعب مترددا وخائفا من حدوث مشاكل له داخل الفريق في الموسم الجديد، لا سيما أنه أدى موسما رائعا مع المولودية توج فيه بلقب الدوري الجزائري، بالإضافة إلى تمسك الترجي بالحصول على خدماته ولعب كأس العالم للأندية رفقة كتيبة الدم والذهب.